لما تدخلي المطبخ عندك وتحسي ان انت كل حاجة في المطبخ جميلة ولسه شارياها ولسه مطلعاها من الكرتونة ومستوى النظافة عالي قوي، يبقى انا كده بستعمل منظف ملوش حل. المنظف بتاعنا النهاردة يا بنات اللهم بارك قوة خارقة كده في التلميع. انا عايزة اقولك مش هتستغني عنه ابدا في مطبخك. طالما عملتيه مرة انت هتدمنيه بعد كده. تعالي معايا النهاردة في الفيديو ده هقولك على كل حاجة وكل الخطوات اللي احنا بنعملها. ودايما المنظف ده بالذات لما بعمله بحب اشاركه معاكم مره واثنين وثلاثه، لان طبعا في اخواتي جداد بيدخلوا القناه وما بيبقوش شافوا الفيديوهات دي، فبحب دايما اشاركها للناس الجديده اللي داخله معايا. فان شاء الله اللهم بارك، يعني المنظف بتاعنا النهارده انت كأن كل حاجه في المطبخ عندك لسه شاريها حرفيا والله العظيم. من اول بقى البوتاجاز للتلاجة للاجهزه اللي عندك كلها بتلمعي فيها وانت مطمنه تماما. ده غير بقى ان ما شاء الله اللهم بارك بتحسي كده ان كل حاجه عندك بتنور. وده مستوى نظافه بصراحه اللي انا بحبه، لما تحسي كده ان انت بتستعملي حاجه مخليه مطبخك كده بينور زي ما انا شايفه، زي ما انت شايفه كده في الفيديو. ما شاء الله بنات حاجه كده تحفه التحفه. هتقولي لي انت بتستعمليه كمان للسيراميك؟ امال ايه، للسيراميك والارضيات والاجهزه. بصي حلاوته بقى ان هو لكل حاجه موجوده في البيت. طبعا عشان ما اطولش عليكي على الفيديو وناس كتيره بتزهق من تطويل الفيديو، تعالوا معايا النهارده جوه الفيديو ده هقولك تعملي ايه في المنظف ده. ما شاء الله اللهم بارك. هتستعمليه، انا بوعدك ان انت اصلا مش هتقدري تستغني عنه. وكمان في دواليب المطبخ، يعني سريعا كده قبل ما ندخل على المكونات، حتى دواليب المطبخ عندك هتستعمليه عليها. اللهم بارك كده. تعالي بقى اسمي الله وصلي على رسولنا الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تعالي بقى النهارده نشوف المكونات بتاعتنا ايه هي، سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. هجيب عندي بوله وفيها طبعا معلقتين من ملح الليمون. لو مش موجود عندك هتجيبيه من العطار اللي هو الكريستو او الصودا ايش. معايا كمان نص كوبايه من مسحوق اللي هو كلوروكس الالوان، ولسه عاملاه في القناه من كام يوم، لسه جديد طازه عملته لكم قبل كده، ولكن ده كان شويه عندي فاضلين فحبيت ان انا اعملهم معاكم. تمام. معايا نص كوبايه من كلوروكس الالوان، معلقتين من ملح الليمون، معايا كمان كوبايه من مسحوق سائل المواعين، صابون سائل المواعين اللي بتستعمليه اي نوع موجود عندك حطي منه كوبايه. اذا هنا احنا عندنا رغوه، وطالما في رغوه يبقى المكونات بتاعتنا النهارده هتحتاج مني ان انا اشطف بعد ما امسح بالملمع بتاعنا النهارده. وضفت كمان يا بنات كوبايه من الخل. اذا عندي مكونات رهيبه 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 في التلميع، ما شاء الله اللهم بارك. دي بقى تاخديها كده عندك وزي الفل في مطبخك. عايزه اقول لك بقى على الدهون الخفيفه اللي بتكون موجوده عندك على كل حاجه، سواء بقى الاجهزه او سواء الحيطان او الارضيات او السيراميك. هنشوف النهارده احنا استعملناه في كل حاجه النهارده. ودي الازازه اللي دايما بحط فيها الملمع بتاعنا، وما شاء الله اللهم بارك يا بنات بتجيب من الاخر والله العظيم تحفه تحفه تحفه. جربيها باذن الله هتعجبك جدا، انا واثقه في كلامي اللي بقوله لك. تمام. هتجيبي كده الملمع. طبعا انا هنا لما عملته يعتبر هنا كده اللهم بارك خام. عارفه انت لما تجيبي كده ملمع او منظف خام ما بتخففوش باي حاجه، هو كده. لو حابه انك تخففيه ممكن تاخدي حبه من العبوه اللي معاكي وتضيفيهم على ازازه تانية وتخففي معاها. ولكن انا يعني انا عايزه اقول لك ما شاء الله في الحالتين، سواء ان انت خففتيه او تقيل اللهم بارك، يعني نتيجته تحفه جدا. بس لو هو حضرتك عندك الدهون قويه شويه او زياده شويه في المطبخ، سيبيه زي ما هو مركز واستعمليه على وضعه كده اللهم بارك هيجيب معاكي نتيجه حلوه جدا. طب لو خففته بالنسبه للدهون الخفيفه شويه برضو، لو عندك الدهون مش مستاهله انك تستعمليه مركز يبقى هنخففه شويه. تمام. انا طبعا بنزله كده زي ما حضرتك شايفه على البوتاجاز. طبعا هنا البوتاجاز كان نظيف، والدليل على ذلك انا بقول لك ده مش عشان الدهون اللي بتبقى يعني زياده عن اللزوم على البوتاجاز او مثلا على الحيطان او على الارضيات. انا هنا بستعمله تلميع. تمام. طب وتلميع بس؟ ده انا عايزه اقول لك برده هيشيل لك الدهون، لو في نسبه كده من الدهون على البوتاجاز هيشيلها لك. ولكن يا بنات ده عشان نكون صراحه مع بعض، بالنسبه للحروق الجامده قوي مش هيمشي معانا. الحروق بتبقى ليها حاجات تانية خالص. بصي زي ما حضرتك شايفه مستوى النظافه اللهم بارك حاجه كده تحفه التحفه. ما شاء الله اللهم بارك. ده بالنسبه للبوتاجاز من فوق. طب هتقولي لي بقى الفرن بتاع البوتاجاز بيبقى له الباب بتاعه مرايه كده، وعندك العيون بتاعه البوتاجاز نفسها بتبقى شايله نسبه من الدهون. بصي امسحي زي ما بعمل كده اللهم بارك، بيخلي كده العيون بتاعه البوتاجاز بتبرق.
يعني انت لما بتيجي تبصي البوتاجاز بعد ما بتخلصيه بتحسي حرفيا كده ان انت لسه شارياه. طبعا لو محافظه على نظافه البوتاجاز بتاعك دايما بصفه مستمره، ان هو نظيف، ما بتسيبوش فتره من غير ما تمسحيه وتتراكم عليه الدهون او الحروق، هيطلع معاكي بنفس الشكل. والله العظيم يا بنات، حرفيا انا دايما حاسه ان بوتاجازي كاني لسه شارياه من كتر التنظيف بتاع الملمعات ده. اللهم بارك، بيجيب معايا نتيجه حلوه جدا. واي حاجه بتجيب معايا نتيجه لازم اشاركها مع اخواتي وحبايبي اللي معايا في القناه. وزي ما حضرتك شايفه كده مسحت بيه برضو المرايه بتاعت الباب بتاع الفرن. دي انا عايزه اقول لك دايما دايما ايدك فيها، لان طبعا دي بتشوه صوره البوتاجاز في العموم. زي ما حضرتك شايفه كده مستوى النظافه اللهم بارك مستوى عالي جدا. اللي هو بصي بقى تمسحي خلاص، قصه البوتاجاز وقصه التنظيف عندك خلصت. امسحي بيه وانسي كل حاجه. تمام. عندك برضو الحوض بتاع المطبخ. الحوض ده من الحاجات اللي بتبقى لما بتكون فيها تكلسات، بتكون فيها مثلا اصفرار، مكان طبعا استعمال المواعين يوم ورا التاني او كذا يوم ورا بعض وما نضفتيهوش مثلا او ما اديتلوش حقه في التنظيف. انا عايزه اقول لك اللهم بارك النهارده ارمي فيه شويه كده واتفرجي على اللمعان والاستانلس اللي هيرجع كانه لسه جديد. ما شاء الله يا بنات. وده شكله بعد ما خلص الحوض، اللهم بارك شكله تحفة التحفة كأنك برضو لسه شارياه. تعالي بقى اوريكي منظر الرخام لما بنكون بنضفينه كمان بالملمع بتاعنا النهاردة. كمان على الرخام يا بنات تحفة. يعني انتي لما بترميه كده على الرخام بيديكي لمعة جميلة جدا وبيحافظ عليه كام يوم ورا بعض كده، تحسي ان انتي مش عايزة تيجي ناحية الرخام تاني. يعني بتنضفيه كده وبتسيبيه وقت حلو جدا. تمام. فما شاء الله بنات لو استعملتيه انت هتدمنيه. بس بعد الخطوه ديت خدي بالك لما تيجي تمسحي الرخام، مسحتيه بالمنظف، خدي الفوطه بتاعتك وشه فيها وارجعي امسحيه تاني. ده للامان عشان برضو نسبه الايه الرغوه اللي بتكون موجوده في المنظف بتاعنا النهارده. باخده برضو على بنفس الطريقه كده، بتحطي منه على الفوطه اللي بتمسحي بيها. والفوطه بتاعتك لما بتكوني بتمسحي بيها الاجهزه في العموم، سواء بقى خلاطات او التلاجة او مثلا او الميكروويف عندك، كل الكلام دوت بتاخدي الفوطه بتاعتك لازم تكون فوطه نظيفه، بتحطي عليها من المنظف وتمسحي بيها. بعد ما مسحتي اي جهاز بتاخدي الفوطه تشطفيها ومسحيه تاني. انا عايزه اقول لك بقى شوفي اللمعان وشوفي النظافه والجمال. طبعا ما ننساش الحيطان، لان الحيطان طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا في المطبخ بتاعنا، لان هي من الحاجات اللي طالما قدامك نظيفه المطبخ بتاعك تمام. يعني بصي انت بتحسي كده ان المطبخ بتاعك منور لما بتيجي تمسحيها. زي ما انا بعمل كده، او مثلا عندك فوطه بتلفيها على مساحه وبتبداي كده تلفي في المطبخ بتاعك كله بالمنظف ده، بترجعي تشطفي الفوطه ديت وترجعي تمسحي بيها تاني، هتديكي لمعه مش طبيعيه. اللهم بارك يا بنات، زي ما حضرتك شايفه كده المطبخ عندي بينور. وطبعا هنا باخد الفوطه اللي كنت بمسح بيها، الفوطه بتاعت الموب او الفوطه اللي هتمسحي بيها في العموم، بتاخديها زي ما انا بعمل كده بشطفها كويس جدا وبرجع امسح بيها تاني الحيطان بتاعتي او الحاجه اللي انا بمسح فيها. يعني سواء كان حيطان او اجهزه او اي حاجه، انا طبعا لازم تاني بشيل الرغوه اللي كانت موجوده دي، لان هي الرغوه ديت مع الكلوروكس مع الصابون سائل المواعين مع ملح بجد خلطه تحفه يا بنات. والله العظيم حرفيا بصي ما شاء الله اللهم بارك، تحسي كده انك انت قاعده تتفرجي على المطبخ بتاعك مبسوطه جدا بنظافته والبريء اللي هو فيه. بصي بقى اللمعه وبصي الجمال بعد ما نضفناه. انا بحب طبعا اظهر لك كل حاجه عشان لما تيجي تعملي حاجتك ان شاء الله باذن الله كده تنبسطي وتبقي مبسوطه جدا بحاجتك النظيفه. تعالي بقى هنا كمان مسحت الرخام، مسحت اللهم صل على سيدنا محمد الشفاط. الشفاط السطحي ده من الحاجات اللي لازم ايدينا فيه دايما على طول وبصفة مستمرة، ايدك ما تسيبوش ابدا. لازم ده عشان بيشيل اغلب الوقت دهون، فطبعا لازم المسح ده يكون موجود معانا في الشفاطات بالذات. ودايما خلي ايدك في الشفاط بتاعك لو سطحي زي حالاتي كده كل اسبوع مره اديله مسحه كده بالمنظف اللي انا بقولك عليه ده. اللهم بارك بيخليهولك تحفه وبيلمع كده. تعالي برضو دواليب المطبخ من الحاجات اللي ما نقدرش ننساها، لان طبعا دي واجهه المطبخ برضو زيها زي البوتاجاز زي الحيطان. فدايما المنظف ده في ايديكي كده للدواليب بتاعه المطبخ ولكل حاجه في المطبخ. دايما يا رب كده في خير وبخير، واترككم في رعايه الله يا رب كده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، واترككم في رعايه من الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.